اول يوم ليا في السعوديه وعايز افطر ومش معايا غير 10 ريال، فيلا بينا نشوف بقى ال 10 ريال هتفطرنا ايه. انا رحت المكان دوت ولقيت الزحمه اللي انتوا شايفينها دي، طلبت من عنده سندوتش فول وسندوتش طعميه وسندوتش بطاطس، والثلاث سندوتشات دول كانوا عاملين 6 ريال. اخيرا بعد 10 دقايق استلمت الاوردر بتاعي يا جماعه. ادور على مكان علشان اروح اكل فيه الفطار دوت. انا جايب سندوتش طعميه وسندوتش فول بالزيت الحار وسندوتش بطاطس، والثلاث سندوتشات دول كلفوني بالظبط 6 ريال بس. يا جماعه هو بيجي مع السندوتشات كده مخلل تمام، وده السندوتش تقريبا اللي هو الفول بالزيت الحار. هو العيش بتاعهم مختلف تقريبا، عيش شامي تقريبا ولا ايه ده؟ بصوا يا جماعه حجم السندوتش قد ايه. ده بقى يا جماعه سندوتش الطعميه. بدات باول سندوتش هو سندوتش البطاطس، خدت قطمه من سندوتش البطاطس. هو طعمها حلو ولكن كانت دلعه شويه، بس لو كانت بس عليها شويه ملح كانت هتبقى طعمها جامد قوي. بلعت بقى بحته مخلل كده عشان تظبط الكلام، وبعد كده بقى دخلت على سندوتش الفول. انا كنت طالب الفول بالزيت الحار، كان طعمه رهيب يا جماعه، حرفيا طعمه حلو قوي. اخش بقى على اخر سندوتش هو سندوتش الفول او الفلافل بالاسكندراني. السندوتش طعمه حلو جدا، الطعميه خضراء قوي يعني محطوط عليها كرات، فكان طعمها جامد جدا. بجد الاسعار في السعوديه حلوه جدا واسعار رخيصه جدا، يعني انا فطرت وشربت عصير قصب وده كله ب 10 ريال بس، تخيلوا. وبس كده، انا ابو حميد، يا ريت تتابعني وتعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.